مبارك لسه في طريق صلاح تاني طريق مبارك. فقبلي قال له انا عايز احرر القدس. ففي الخطبه دي قال له لو راجل تعالى حرر القدس انا مالي، تعالى حررها انت، لكن حد يقدر يبقى ضد اليهود؟ اليهود معاهم البنوك يا عم. ده كان على الهوا في تاني يوم طبعا اتشالت بالجرايد لكن اتحطوا في الشعب، عشان كده كانت من ضمن الاسباب. فهذا هو الوضع. لا يمكن. عايز اكمل لكم قصه الغاز لان هنتكلم في ايه تاني، لان في تقرير نشر في جريده الوفد خبير وزير استاذ بترول بعت مجلس الشعب كلهم احنا بنصدروا غاز لاسرائيل والبترول عندنا خلص يشطب خالص، فبعد 3 سنين هناخد كل احتياجاتنا من الاستيراد. معناها ان انا عايز 43 مليار دولار. خدوا بالكم من الرقم 34 مليار دولار سنويا عشان اجيب. فكان الغاز هيحل محل البترول فخدته اسرائيل طبعا، ولا اكنه قال حاجه، اكننا بنتكلم عن سرقه فرخه في كفر النورس، مش بنتكلم عن ان في كارثه تحدث. الحاجه الثانيه عشان اكمل دايره الغاز، من ريحه الغاز دي قبل ما نتخنق من ريحه الغاز، اسمه ايه، اسرائيل كانوا بيعملوا حاجه في هرزل كل سنه مارس لتقييم الامن القومي الصهيوني. ففي مارس اللي فات طلع انا عندي النص، هتقولوا لي جبت النص منين؟ هقول لكم في الاخر. مصر كانت رئيس شركه الطاقه ونطمئنكم يا ايها الاخوه الاعزاء الصهاينه، خير يا سياده الرئيس الشركه، اننا امنا مستقبل اسرائيل من الطاقه، فلان مصر يوجد بها غاز طبيعي يكفي 30 سنه، ولقد حصلنا على هذا الغاز بفضل حسني مبارك، وبالتالي أأمنا مستقبل إسرائيل طالما هو في باطن الأرض في مصر فأكنه في باطن إسرائيل. إن شاء الله يا رب. الغاز عندنا وهو بيهنيهم. طالما مبارك بيحكم يبقى أكن المحافظ الإسرائيلي هنا ضمنوا بعد 20 سنة كمان هيدينا كمان 10 سنين. هذا التقرير مجرى الأهرام. أنا جبته منين؟ نص في الأهرام بتعمل نشرة شهرية اسمها مختارات اسرائيليه بتترجم عبري، يعني ما لا انا ترجمت ولا غلطت ولا حاجه، ومنقول عندي عشان يجوا يحكموني ويحكمونا بالحاجات التافهه، يسيبوا الحاجات دي ولا تعالى تثبت كده كويس. لا انا بقول ده الحرامي اللي مشغله مش هو، لكن هو يعني اكبر من انه يرفع عليه قضيه، كان يوسف ولي هو اللي يرفع قضيه. ومن هنا ايها الاخوه هذا وضع لا يمكن السكوت عليه، ولا يمكن مناقشته في الديمقراطيه، ولا يمكن يعني يحل يعني ان احنا ننزل انتخابات من غير قضاه. احنا لازم ليس امامنا الا طريق العصيان المدني كما تفضل، ليس امامنا الا العصيان المدني للاطاحه لهذه العصابه، وعندما نكون كبار ساعتها الامن مش هيضرب عليكم نار ولا هيعتقل حد، مش من اول يوم لكن من ثاني يوم، من ثالث يوم، من ثاني اسبوع. ده اللي حصل مع النميري كان بره، اتصل بالتليفون كالعاده في الانتفاضه اللي ضده وقال الاسوار الذهب بقى شوف لك كده، مش الناس دي شويه رصاص وخليهم يروحوا يا حبيبي خليني ارجع بقى. قال له لا انا مش هذبح الشعب السوداني. ولو واحد اسوأ من سوار الذهب ممكن، يعني سوار الذهب راجل نقي، لكن ممكن واحد تاني غير نقي لكن خايف على نفسه مش عايز يرتكب هذه المذبحه برضه طول عمره لاسباب حتى بالحسابات، وبالتالي ممكن ان نسقط هذا النظام من غير طلقه رصاص واحده. لو احنا نزلنا ما كنتش انا بهزر لما بقول عندما ناخذ الاراده وننزل نروح نقعد كده في ميدان التحرير هيضربوا علينا رصاص مره واثنين، لكن مش هيقدر يضرب على طول في اخواته واهله وكلامه. وبالتالي هذا هو الوضع اللي عندنا في 17 يناير. كانت تعريفه ذات كده لقرش ذات، الرغيف ذات من تعريفه لقرش ذات، ادي الحكايه كلها وحاجات ثانيه ذاتت. الان طبعا حصل كل هذه الكوارث التي تحدث، ولكن اللي حصل ان هو عمل جيش للامن المركزي. احنا ساعات بقول لك لا اصل هو بيرفع الاسعار سرا وتفاجئ بيها على غفله، لا هو المازوت زاد وخلاص، وبعدين لما بيزيد انت بتروح تدفع وتكتشف. لكن اللي حاصل ان انت عامل مليون ومش عارف البورسعيد تزور لوحديها ومش عارف مين يزور لوحده، فبيتسطر على كل واحد ويسوق يضرب ويشطب كل واحد لوحده، وبعدين يتسلوا عليهم بعد كده بالمضاربات الامنيه على قيادات المحله وده اللي بيحصل برضه مع كمال ابو عيطه. ومن هنا احنا لو هبينا هبه واحده وريني بقى الرجاله بيقفوا قصادنا، لو كانوا رجاله مش هيقفوا ساعتها. ومن هنا هذا العمل التنسيقي مهم جدا. شوفوا زياره بوش
نخش كنموذج لتاكيد ما ذكره الاخ العزيز الفرداوي ان مش عملنا له 40 مظاهره يا اخوانا نوحد نفسنا. لا، نقابه المعلمين يوم لوحدها، الصحفيين يوم لوحدها، وحزب التجمع يوم لوحده، ومجلس الشعب اللي هم المعارضه يوم لوحده، وتوقيت تفتيت. الامن متكيف قوي، مبسوط زي ما بيقولوا جوه 100 ودول 300 ودول 150. طب ما كنا احنا عندنا نخبه في مصر عده الاف، رغم يعني حتى المثقفين بلاش الجميع، المثقفين عده الاف. مع مظاهرات تأييد العراق وايران وفلسطين كنا بنصل 20,000. فيعني في 20,000 مثقف في الطيران مش فهم فتتونا. ولا بد ان نعيد الامل في جبهه ما فيهاش فيها سيره صراعات بين اي حد والثاني. احنا صراعاتنا وتحرير مصر من هذه الكارثه التي ننوب. والله النهارده كلموني في جبهه الاقصى، ببقى في نص هدومي، ما بيعجبهم كلامي وانا ببقى مكشوف اكتر. انا كلامي هيعمل لهم ايه؟ لا هيداوي جريح ولا هيمنع رصاصه، ولكن اذا لم يتحرك هذا الشعب